السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم جميعا. سلم يا رب سلم، هكذا إذا وكما تشاهدون أمامكم مشاهد جوية تظهر الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في مدينة كهرمانمريش التركية. دمار وخراب، بنايات هوت بأكملها. أما على المستوى الأرض فإن الأوضاع لا تزال بالغة الصعوبة. فرق الإنقاذ والطوارئ تكافح وتسارع الزمن لإخراج النازحين من تحت الأنقاض، مدركين تماما أن كل دقيقة تمر فهناك من ينتظرهم بفارغ الصبر تحت ظلمات الأنقاض. عائلات بكامل أفرادها، أطفال وشيوخ، محاصرون لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. فمنهم من كتب الله له النجاة، ومنهم من فارق الدنيا. نسأل الله أن يشفي منهم المصابين ويرحم الأموات منهم. مأساة وألم وحزن شديد تعيشه تركيا الآن، ونحن نشاهد. كان الله في عون المنقذين. سلم يا رب سلم. فبعد 24 ساعة من زلزال المدمر الذي خلف وراءه الآلاف القتلى وعشرات المصابين، شهدت البلاد عاصفة ثلجية للمرة الأولى خلال هذه السنة. وقد حذرت هيئة الأرصاد التركية عموم المواطنين من أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل رهيب، قد تصل إلى أرقام قياسية خلال الساعات القادمة. كما أنه ستجتاح العواصف الثلجية 48 مدينة من بينها إسطنبول وأنقرة. وقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية ببيان لها إلى ظهور منخفض عميق يجتاح البلاد اعتبارا من يوم غد الجمعة. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. وأمام هذه التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي نتابعها تحدث في مختلف البلاد، لا نملك إلا أن نقول سبحانك ربنا ما أعظمك، فلا قدرة فوق قدرتك ولا قوة فوق قوتك. تخلق ما تشاء وتأمر بما تشاء وتمسك ما تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. مأساة وألم وحزن شديد نعيشه مع إخواننا. منازل ومناطق سكنية مدمرة بالكامل، ودول تواجه عواصف ثلجية وفيضانات وبراكين. نسأل الله الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم. إلى هنا أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أترككم مع هذه اللحظات.